جميع من ينتمي إلى النصر، حتى المشجعين هنا في المدرجات، حتى المشجعين خلف الشاشات. مباراة لم تكن سهلة إطلاقا، لكن جواو فيليكس قاد النصر إلى فوز على الشباب ب4 أهداف مقابل هدفين، ورونالدو الآن يقود اللاعبين للاحتفال مع جماهير النصر. ماذا تعني هذه النتيجة؟ تعني أنه رسميا الحسم في الأول بارك في موقعة 12 من مايو بين النصر والملاحق الأول الهلال في ديربي الرياض الكبير. 4 نقاط فقط تفصل ما بين النصر وما بين لقب هذا الموسم. 4 نقاط من مباراتين، الأولى أمام الهلال في 12 من مايو، وبعد ذلك في 21 من مايو أمام ضمك. مبروك لجماهير النصر، هارد لك لجماهير الشباب في مباراة كانت رائعة جدا، مباراة كبرى متقلبة الأجواء والأحداث. تألق فيها النجم البرتغالي وأحد نجوم هذا الموسم وأحد أقوى المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي هذا الموسم، جواو فيليكس، بتسجيله لهاتريك في هذه المباراة. رونالدو الذي وصل إلى هدفه المئوي بقميص النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين ينضم ويقود احتفالات النصر والنصراوية بالنقاط 3 ولباقتراب أكثر من لقب دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا الموسم. لكنها لم تنتهي بعد يا رونالدو، لم تنتهي بعد يا نصر. موقعة 12 من مايو في ذهن وعقل هذا المدرب جيسوس. جواو فيليكس يحصل على كرة المباراة ويحصل على جائزة رجل المباراة. لا أدري هل هي المرة 10 أو 20 التي يحصل فيها جواو فيليكس على جائزة لقب أفضل لاعب في هذه المباراة بعد تسجيله لهاتريك قاد فيه فريق النصر لنقاط 3 مهمة ومهمة جدا 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 وصعبة يا عبد الله. مباراة مرهقة ذهنيا، مباراة فيها تقلبات، الشباب لعب مباراة محترمة جدا، لكن النصر مر على فترات، بداية ممتازة ثم خطأ فردي ثم عودة تسجيل رقم قياسي 100 هدف للدون كريستيانو رونالدو هذا الأسطورة، 26 هدف هذا الموسم، وأخيرا يعادل إيفان توني هذا الموسم كأول مرة لاعبين بنفس الموسم يسجلون على كل الأندية. لكن بعدها عاد البليهي، توترات، بدلاء النصر. أرجع وأقول أيمن يحيى كان ممتاز، عبد الرحمن غريب ساهم بأسيست ممتاز، عبد الله الحمدان اللاعب المجتهد اللاعب البطل اللي كلما شارك أثر على الأقل من ناحية الضغط. النصر وصل مرحلة من كثر ما هو تعبان ذهنيا بدأ يؤثر عليه بدنيا، الضغط كان سلبي. الشباب فعل جهة يسرى بشكل ممتاز، لكن بالنهاية في كواليتي، في جودة، في تبديلات، والنصر قدر يطلع من نفق مباراة القادسية بسلامة. شفت جيسوس يأشر بعد المباراة؟ صحيح، يأشر موضوع ذهني، موضوع ذهني. بالنسبة لي أنا مباراة تسر الناظرين لكن لا تسر المحللين، لأن اليوم مر فترات صعبة. النصر كان ممكن يسجل له هدف التعادل. اليوم بالنسبة لي أنا عنده مشكلة كبيرة في لاعبين وسط الميدان، خصوصا بروزوفيتش والخيبري في افتكاك الكرة كانوا صفر اليوم. خلاوا فريق الشباب يوصل للمدافعين بسهولة والمرمى. المدافع الأيمن سلطان كان سيء في الشوط الثاني، ولهذا بالنسبة لي أنا هناك مشاكل في فريق النصر. 3 نقاط ثمينة. جواو فيليكس كان رجل المباراة، ماني كان جيد، لكن بالنسبة لي أنا هناك مشاكل لازم يقال الحال، خصوصا محور الدفاع اللي هم أساسيين في الفريق. طيب خلني أريح المشاهدين، أعطيهم بريك يشربون ماي، خصوصا النصراويين يروقون شوي بعد هذه المباراة الطويلة. ناخذ فاصل ونرجع ونذكر جميع المشاهدين بما حدث في هذه الموقعة التي انتهت بتفوق النصر ب4 أهداف مقابل هدفين على الشباب في سيناريو مجنون. بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم، دعونا نستعرض سيناريو
مباراة النصر والشباب التي انتهت بتفوق النصر ب4 أهداف مقابل هدفين. جواو فيليكس افتتح التسجيل لمصلحة النصر بهذه التسديدة في الدقيقة الثالثة مع بداية هذه المباراة، أو ربما تكون الثانية. جواو فيليكس يضيف الهدف الثاني مباشرة بعد 7 دقائق تحديدا في الدقيقة 10، أيضا من الجهة اليسرى، الجهة التي تسيدها ساديو ماني بعد عودته إلى التشكيلة الأساسية في تشكيلة خيسوس بهذه الكرة الرأسية الرائعة. قبل نهاية الشوط الأول بربع ساعة تحديدا في الدقيقة 30 خطأ في منتصف الملعب يستفيد منه يانيك كاراسكو مسجلا هدف تقليص الفارق لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف واحد. الشوط الثاني كان صعب جدا على الطرفين خصوصا المشجع النصراوي، حتى جاء هذا الهدف الذي أفرح النصراويين كثيرا جدا 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 لأنه مهم وجاء في توقيت مهم في الدقيقة 75. كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث والهدف المئوي له في دوري روشن بقميص النصر، لكنهم جمهور النصر لم يرتاحوا سوى 5 دقائق. علي البليهي يسجل هدف تقليص الفارق لمصلحة الشباب في الدقيقة 80. آخر 10 دقائق كانت بالنسبة للنصر وجماهير النصر هي 10 دقائق توتر، حتى حصل النصر على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد دخول الحمدان، تسبب بركلة جزاء انبرى لها جواو فيليكس مسجلا الهدف الرابع وأكمل الهاتريك له هذا أو في هذا اللقاء ليصل النصر إلى نقاطه الثلاث التي كانت صعبة جدا، وعليه سيكتب الحسم ربما في 12 من مايو. مش ربما، أكيد مش ربما. مباراة كبيرة بصراحة، شبه مؤكد بنسبة 90 إلى 95% نتيجة المباراة راح تحسم اللقب. يعني هو دوري قوي السنة دي، واحسن شيء ان اخر مباراة هي احسن ختام بالنسبة للهلال والنصر، ان تكون ختامه مسك. الميدان يا حميدان، الفائز هو اللي باش يفوز بالدوري. لكن اليوم انا بصراحة نقول لك النصر ما عجبنيش. النصر بعد 2-0 المفروض تنتهي المباراة، لو كان في احسن حالات تنتهي المباراة. بعد 2-0 الفريق تراجع مستواه، بعد هدف كاراسكو 1 ضد 3 وسجل هدف. الخيبري اخطأ، العمري مراوغة سهلة، واللاعب مارتينيز ماهوش موجود في التغطية. وسط الميدان كان من الناحية الدفاعية سيء، بروزوفيتش وخصوصا الخيبري. محور الدفاع في الهدف الثاني رجع فريق الشباب، ولهذا هناك تخوف من فريق النصر. في لكن احسن شيء هو 3 نقاط. هني الفرق عنده رصيد. شنو يعني رصيد؟ يعني انت حاسبني بدايه الموسم، بعدين حاسبني نص الموسم على هويتي، ختام الموسم اعذرني على بعض الاخطاء. ارجوك يعني اعذرني على كل الاخطاء. اعذرني على كل الاخطاء. طارق حبيبي، كنا قاعدين في امام الشاشه وليس في المدرج، انا وعبد الله الشكناني في الدقيقه 65. انا قلت لعبد الله كلمه، قلت له راحت المباراه على النصر، لان شاهدنا وبنشاهد لقطات، بعض اللقطات اظني انت عندك لقطه، شاهدنا فريق النصر مش لاعب ولا لاعبين ولا 3، الكل صحيح. الضغط التمريره تشعر ان اللاعب يمرر لخارج الملعب، في شيء غلط صار او استسلم اللاعبين للضغط. هو مو استسلام، احنا نرجع لمحاضره بيب جوارديولا، يقول ما في تعب بالاقدام، هذا كلام فاضي، انت لاعب وتلعب وتجري. من كثر ما انت تعبان ذهنيا وتفكير وشلون تختم الموسم تؤثر على اقدامك، وبالتالي يصير عندك برود، يصير عندك تبديلات خاطئه، توتر، فتاخذ قرارات خاطئه. ليش انا اقول حط عذر حق النصر؟ بعض الحالات اللي شفناها اليوم نشوف النصر مو قادر يجري، مو قادر يضغط. هويه النصر في شراسته بالضغط، لما تختفي هذه النقطه تشعر ان النصر مو بحالته الطبيعيه. لكن حامد انا اقدم لك موسم كامل عظيم، انا بنهايه اسيا 2، انا موجود 10 فوز على التوالي، بعدين 16 فوز على التوالي، قدمت لك تنوع بالافكار، طورت لاعبين، استخدمت الدكه، اقوى هجوم. ارجوك كان جيس يقول ارجوكم لما اخطا او لاعب يخطا او لما بدنيا اتراجع، ترى يا جماعه احنا من شهر 8 قاعد نلعب، لعبنا السوبر وين حامد؟ هونغ كونغ. في هونغ كونغ،
بدينا موسم وانا واصل بعد بيولي، انا واصل بعد كاسترو، انا واصل بعد هويه مختلفه. فعلى بعد كل هالظروف مريت بمشكله نواف، مريت بمشكله عبد الاله العمري، مريت بغياب رونالدو عن المباريات، لعبت ماني راس حربه، صفقات بيناير ما عندي شيء المبهر او الكبير، لذلك نسيت كاس افريقيا. لذلك ما زلت انا الفريق اللي في كل مبارياتي مسجل، ما زلت انا اقوى هجوم، ثاني اقوى دفاع او ثالث صوت اقوى دفاع. فاعذرني لما لاعب يخطئ، لما ارهق بدنيا. لذلك انا اقول النصر بعد خسارتك القادسيه كان في علامه استفهام، صح؟ انت اليوم غرفه الملابس هديتها. جواو فيليكس بعد القادسيه راح عند الجمهور قال لهم اهدوا، احنا المركز الاول، كانه يقول فعلا هذا ماراثون مو سباق 100 متر يا حامد. النصر ما عجبني اليوم، انا مع ابو فهد 100%. نص ملعب ما كان موجود، في فراغات، في مساحات، في اخطاء دفاعيه، ولكن الان نحن في الحصاد، نحن في المحصله، وكل ما 4-4-2 وضغط عالي وتكتيك انسى لي. والله مش اقول لك يا عبد الله بصراحه انا ضد الكلام هذايا. عادي، ضد كل واحد له راي. كل واحد له راي عادي. ضد الكلام هذا. انت لعبت موسم كامل لنهايه الموسم، انا قل دائما صار 4 و5 موسم للحصاد، ما تكونش انت في اسوأ حالاتك، ما تخسرش نقاط. اليوم تحس الثلاث مباريات الاخيره النصر موش في احسن حالاته، فاز ضد الاهلي ما قنعش، طيب. خسر ضد القادسيه. بس هذا الشيء لا ينطبق فقط على فريق النصر، ايضا ينطبق على فريق الهلال. في مباراة ضمك طلعوا جمهور الهلال وطلعوا المحللين وقالوا الهلال مش في حالته امام الخليج، خصوصا في الشوط الاول الكل طلع ينطبق على الاهلي والقادسيه بالضبط. الفريق اللي يصل الى نهايه الموسم ما راح يكون في حالته. طبيعي انا بالنسبه لي انا، لكن النصر هو متصدر. النصر تحسه انه يلعب بدون ثقه، وهذه مشكله. بعد 2-1 شفت تمريرات مشكوك فيها، اللاعبين مشكوك فيها، التمريرات نتاعهم تمريرات خاطئه، اللاعبين ما عادش ياخذوا يتحملوا المسؤوليه. المدافع لو شفت المدافع عايل سلطان معناتها خصوصا في الهجوم وصارت في عمليه تشتيت، ما عادش لاقي الحلول. العمري شاهدناه مع تراوغ به بسهوله، محور الدفاع طيب. مش موجود. لهذا بالنسبه لازم يكون افضل بكثير من اللي شاهدناه اليوم، لان الشباب شاهدته ضد التعاون كان خسر 5-1 وكان دون. اليوم النصر هو اللي دخل فريق الشباب باش يلعب مباراه كبيره، اليوم لعب مباراه كبيره، خصوصا 30 دقيقه في الشوط الثاني كان ممكن يسجل 30، خلق فرص لولا الحارس بنته. والله نشف ريقهم الشباب اليوم، نشف ريقهم والله صح ولا. طيب رونالدو يصل الى الهدف رقم. رونالدو ما ادراك انا تصورت معه اليوم رونالدو. يا اخي انا سعيد تصورت مع رونالدو. انت خالفت اليوم القوانين، خالفت البروتوكول. خالفت البروتوكول ودخل على رونالدو. شوفوا لقطه الكابتن طارق ذياب وهو داخل على رونالدو. مقواكم ثمانية هذه ما شاء الله. رادار نصيدك رادار وتسلل من ورانا، وانا على اساس انه موجود معي في الاستوديو الاقيه. اذا بتخالف البروتوكول خذني معاك، دام انت مخالف مخالف. ولدي يحب رونالدو طيب اتكلم، اريد تصور مع يعني رونالدو. بلغنا، يعني انت مخالف خذنا معاك. قول تعالوا تصوروا مع رونالدو. سامحوني. خلصت المباراه وانا قاعد اعلق على احداث المباراه والشوط الثاني، التفت بنشوف اللقطه القى طارق ذياب قاعد يتصور مع رونالدو. ورانا استديو يا كابتن. ماخذ راحته. عموما رونالدو يصل. نرجع اللي تكلمنا عليه يا عبد الله. اوكي تجي في مباراه وتخسر عادي، لكن لما تشاهد فيك مش قاعد يتحسن وقاعد يتطور تخاف، لانك عندك مباراه مع اقوى فريق في السعوديه هو الهلال، فريق نعرفوه ماهوش في احسن حالاته موجود في المنافسه. احنا بنبدا هذا يخلي الخوف على النصر اليوم، خصوصا في وسط الميدان وخصوصا في محور الدفاع اليوم كانوا دون المستوى. وحتى سلطان اليوم على الجهه اليوم، يحيى قدم شوجه، جواو فيليكس عجبني كثير اليوم ما شاء الله عليه، نجم المباراه ما شاء الله عليه جواو فيليكس مع ماني رجوعوا. ان شاء الله اللاعبين اللي يرجعوا سيماكان وبطبيعه الحال كومان يعطيه حلول اكثر، لكن تحس ان النصر ماشي للهلال ماهوش في احسن حالاته، وهذا الخوف من النصر. طيب كريستيانو رونالدو كما ذكرت يصل الى الهدف رقم 100 بتسجيله لهذه الكرة في الدقيقة 75. الجمهور النصر فرح كبير جدا بهذا الهدف، لأن
الهدف اللي يريحهم حتى ولو كانت لمدة 5 دقائق، لكن ارتاحوا. يبعد على بعد 5 أهداف من الهداف الأسطوري لفريق النصر محمد السهلاوي، ولكنه بعيد جدا بفارق 60 هدف عن عمر السومة وعبد الرزاق طبعا لكن رقم كبير. طبعا احنا نتكلم عن عامل السن لكريستيانو، وصوله المتاخر لان عدد المباريات اقل من البقيه، لكن رونالدو ارقام تاريخيه، يسجل في موسم واحد رقم تاريخي، طبعا قبل موسمين كان شيء خرافي ايضا مع كاسترو موسم 2024، ما زال 26 هدف هذا الموسم. فانت قاعد تتكلم قاعد يناطح كينونيس وايفان توني، يعني انا موجود معاكم رغم تسجيل جواو فيليكس وموجود بالفورمه، الا ان كريستيانو حاضر في اللحظات. وانا مقياسي مع رونالدو هالموسم لما غاب، اذكرها مباراه ال1-0 اللي سجل فيها ماني على الرياض، مباراه 2-0 كنا موجودين فيها في الملعب انا وياك حامد، النصر والاتحاد. ماني لعب مهاجم، افتقدت لي اي كره عرضيه، افتقدت لي اي كره عاليه. رونالدو قد يكون اقل في الضغط، قد يكون عامل السن يخليه يتراجع بدنيا، انا معاك 100%، لكن في الكرات العاليه، في التمركز، في الحس، اللقطه اللي عملها ضد الاهلي في الركنيه، في شيء لا يشترى. رونالدو ماخذه معاه بالخبره، بالاصرار، بالرغبه، لذلك وجوده مهم. وعجبني جيس انه لما حس انه في فرق هدفين، تعال حمدان، او لما صار في فرق هدف تعال عطني نشاط بدني. حتى التغيير سلطان، شنو يعني سلطان يروح جناح وبوشا اللي يغطي مكان غريب اطلع بامن. كراسكو عدلي همام كلهم مالوا على الجهه اليسرى، اذا ما اقفل بلاعب ولاعبين راح استقبل هدف. ولولا كره علي العزايزه كانت في القائم كنا راح نتكلم عن سيناريو غريب. لكن النصر ابو فهد بحط له العذر مره ومرتين لان احنا بختام موسم مو نص موسم. طيب لا هو قاسي يحاسب الناس كلها، لكن انا بحاسب ابو فهد طارق دياب على هذه اللقطه اللي ما اخذني معاه، اللي كان فيها اناني طارق دياب. عرفت؟ اول شيء هو كان قاعد في المدرجات مع بدر رافع، بدر ايه وقاعدين يناقشون المباراه. بدر مش عاجبه الجو، نحكيوا على نحلوا في المباراه. طيب هذه اللقطه الثانيه كريستيانو حلوه. انا طبعا قاعد شغال مارس شغلي، وطارق ذياب راح يتصور مع رونالدو. هاي خلينا نقول لك حاجه هنا على كريستيانو. قول لي. انا ما بتكلمش على كريستيانو، صار صاحبك الحين. كريستيانو وقت اللي ينهزم، في ناس تتكلم عن كريستيانو لما ينهزم لا على طول. بالنسبه لي انا كريستيانو ولازم يفكروا في الموسم القادم. اوكي عنده كاس عالم ان شاء الله يقدم كاس عالم ممتاز وسهل، لكن النصر لازم يفكر، لان الموسم القادم هناك دوري ابطال تشامبيونز ليج وعنده الدوري، بس لازم يخمم على راس حربه. انا نقول لك حاجه، لو النصر السنه هذه عندهم راس حربه توني او نتاع كينيونيس بتاع القادسيه او راس حربه اخر، النصر لو فاز بالدوري قبل 5 أو 6 أسابيع بصراحه نقول. لان المشكله مش في ان تعب زملائه، انه ما يجريش ما يركض، هذا يخلي زملائه يركضوا اكثر، وهذا خاصه باسلوب جيسوس، وهذا تعب لزملائه خصوصا جواو فيليكس والمهاجم كومان وماني. هذه مشكله كريستيانو السنه هذه مع لو جاء عندهم راس حربه يتحرك ويجري، النصر لو فاز بالدوري قبل 5 أو 6 أسابيع. وافقني ولا لا؟ انا مش فني، انتم مدربين وفاهمين فنيا، بس انا على طول برجع لك بقول لك 26 هدف. اي الاخرين سجلوا 30. لا انا قاعد لو تضع توني، انا بقول لك 26 هدف، وكم من ال 26 هدف حققت النقاط الثلاث لفريق النصر هذا الموسم. انا بالنسبه لي انا لما تلعب مع وراء جوا فيليكس وكومان لازم حدا يشرب 30 35. بالنسبه لي انا تسجل 30 35. لكن مشكلته انه ما يجريش، ما يحلهمش مشاكل بدون كره، ما يتحركش، وهذا يصعب مأمورية. تعرف القضيه هذه، ثم من الناحيه الدفاعيه انه دائما النصر يلعب ب 10 لاعبين مش 11 لاعب. انا جاني ديجافو. هذا هو انا رايي. لحظه شوي، في ناس تدخل انا بعد لا مش ضد، صح؟ مانيش ضد كريستيانو. لا مش ضد 40 41 سنه. انت تتكلم فنيا، انا جاني ديجافو لان سمعت هالقضيه. يونايتد يوفي، اليونايتد وفي يوفنتوس. يونايتد مع تنهاج، وان رونالدو لا يضغط ولا يركض، وبسببها صارت المشكله ما بين رونالدو وتنهاج، وراح نفس الشيء في اليوفنتوس ان رونالدو طبيعي بعمره وراه 41 طيب يسجل. لا ولو يسجل رونالدو ولو يسجل
ولو يسجل، لان النصر يكون افضل لو كان جاء عندهم راس حربه يركض اكثر ويجري اكثر، وراه انتهى الدوري قبل 5 أسابيع، لان النصر عنده امكانيه باش يفوز بالدوري الموسم هذا بسهوله. لا تنسى ان 3 و4 لاعبين سجلوا 60 هدف من 82 مباراه، من 82 هدف سجلوا 60 هدف، كومان وكريستيانو وجواو فيليكس كريستيانو 26 وماني جواو فيليكس 20 60 ماني 9 أهداف وكومان 7 60 هدف. كومان 9 عفوا. ممكن نشرح تفصيله بسيطه؟ اي تفضل. هي وجهات نظر. اي وجهه نظر. انا ما زلت اؤمن ان في اليونايتد، هذا هو وفي مصور اليوفي، معه. اي في اليونايتد صورت معه نحبه. حامد في اليونايتد، في اليوفي، في النصر، انا اللي اخذه من كريستيانو رونالدو في الملعب وخارج الملعب، وايضا تاثيره على زملائه. بمعنى اليوم شغف الجماهير، قيمه اللاعبين، عطاء اللاعبين، شراستهم، وجودهم، اثبات وجودهم بوجود قائد مثل كريستيانو مهم جدا. انزين، هل هو يضغط اقل؟ اتفق 100%. هل الانديه النماذج الثلاثه جربت مهاجمين؟ اليوم يوفي جرب جوناثان ديفيد ما نجح، فلاهوفيتش ما نجح، يونايتد مر بهالمعضله، النصر جرب دوران نص موسم، واليوم الى يومك هذا حتى في تركيا تمشكل وانتقل. بمعنى اليوم اللي اخذه من كريستيانو قاعد اخذ اهداف، تاثيره على زملائه، تاثيره على الخصوم، تاثيره على المشروع، تاثيره على الجماهير. ومع هذا انا شفت منظومه النصر هذا الموسم اذا ما كانت 100% 90%. هل عندك ضمان ان لما تحط ايفان توني في هذه المنظومه على سبيل المثال، او مهاجم اخر، اروح اشتري مهاجم ينجح؟ هل هذا العطاء يكون نفسه؟ رونالدو في اشياء في اشياء مش موجوده نعم، في مهاجمين اخرين ممكن يكون موجوده في رتيجي، الضغط موجوده في كنيونس، بس الكاريزما، التاثير على الخصوم، القوه، الاسم مش موجود. ما يكفيش. انا ادري انه ما يكفي، ما يكفي، وربما تكون الامور الفنيه والركض ما يكفي. البرتغال باش يفوز كاس العالم بكريستيانو رونالدو؟ ليش لا؟ انا اقول ليش لا، انا يعني انا مش فني. وهل ممكن تفوز مع غونزالو راموس المهاجم؟ هل ممكن اذا شلنا كريستيانو ووضعنا غونزالو راموس، هل غونزالو راموس يعني يعتبر مثلا توب في مركزه؟ لو يلعبوا فيه كاساسي منذ مده 2 و3 بطبيعه الحال، لكن هو مش يلعبوا انت فيه. تتكلم عن فرضيات وليس واقع، انت تقول لو عبد الله قال بس الان رقميا الرجل مقدم 3 مواسم مع فريق النصر، والان هو هداف فريق النصر. هي ما النصر ما فاز ببطوله كبيره صراحه، ما فاز ببطوله كبيره. بالنسبه لي انا امكانيات، انا شنو نقول، امكانيات النصر حاليا تتطلب يكون عندها راس حربه يركض اكثر ويجري اكثر ويلعب اكثر ويفتح اللعب ويعطي مساحات ويسجل بطبيعه الحال، لان كما قلت لك عنده 3 مهاجمين كبار وراه، وما اعتقدش ان ناقصين خبره. عبد الله قال والله الكرايس ما تعطي ثقه، هذوما لاعبين فازوا بالشامبيونز ليج، ماني فاز بالشامبيونز ليج وكومان فاز بالشامبيونز ليج، جواو فيليكس يلعب مع لاعبين كبار، ما يستحقوش في لاعب عنده كاريزما، في حاجته بلاعب يسجل ويلعب ويجري ويركض اكثر. انا شعرت هذا هو اللي نحب. كريستيانو لاعب كبير ومن افضل اللاعبين في العالم، لكن تقدمه بالسن يضر فريق النصر. رغم انه 3 سنوات النصر ما فاز ولا بطوله. انا شعرت فيها، انا شعرت فيها مع مودريتش، شعرت فيها مع زلاتان بالعمر الكبير، ان المجموعه اللي حوالينا لا اراديا، انا معي اسطوره، انا معي قامه، انا معي تاريخ، انا كلاعب لا اراديا، وتكلموا عنه حتى ابراهيم دياز، ان وجود زلاتان يضاعف تدريباتنا، يخلينا احنا لاعبين نتحفز، تاثير على الخصوم، فما بالك في ليفل اعلى. اليوم انا ككريستيانو خلص من حقبه كريستيانو، اخذ منها كل شيء، ماديا، اعلاميا، تسويقيا، رياضيا، ممتاز. اهداف، ارقام قياسيه، بعدها كلنا راح نقول ممتاز. شكرا كريستيانو، حققت النجاحات، وبعدها مهاجم اخر. الان انت في موسم الحصاد، وكريستيانو ساهم بشكل كبير في الحصاد، في لحظات هذا الموسم ظهر فيها كريستيانو، فكك مباراه، حلك مباراه الاهلي وحامد. انا مستعد ارجع من بدايه الدوري، انا مع ابو فهد. اليوم لو كينيونيس ما راح يكون اسرع في الضغط مع النصر، ما راح يكون ممتاز، ما راح يكون هداف، لكن انا ما اضمن تاثيره على البيئه بشكل عام يكون بهذا الحجم. وعلى فكره من سبب وصول جيسوس انتم تغلبوني
لا 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 ما اغلبك، انا حبيبي اطرح وجهه نظر. انت استاذنا ما نغلبك، لا، لا، انت معلمنا اصلا. لا والله لا تغلبوني. عندكم الحق تقول هل كي ناس ممكن ما ينجحش فرضيا صح ولا لا، لكن بالنسبه لي انا باللاعبين المتواجدين في النصر، مع كينو ناس اللي في القادسيه، لاعبين اللي في القادسيه مش من افضل من النصر، ورغم هذا هو هداف مع توني، ورغم هو هداف. انا بالنسبه لي اللاعبين هذوما ينجحوا 100% في النصر بطبيعه الحال. ما نحكيش على وجهه نظر تحترم ترى ابو فهد. ما نحكيش على كريستيانو حاليا، نحكي لك عن الموسم القادم. ايه تكلم الموسم القادم لازم يحكيوا معاه ولازم يتفاهموا معاه انه الموسم القادم مش يكون موسم صعب اكثر، في حاجه ماسه الى مهاجم اخر اذا هم يحبوا، لانه في التسويق بطبيعه الحال صح، افضل في لاعب. الموسم القادم انا معك ابو فهد ان على الاقل الموسم ياتي القادم. اذا اراد كريستيانو الاستمرار. اذا اراد كريستيانو الاستمرار، وانت حامد تعرف ان النجوم يقررون بالاتفاق مع الكل رغبتهم، صح؟ انت اذا استمر رونالدو عندك سؤال، اشتري إيه. مهاجم بعد. اذا تخرج رونالدو للسوق حاليا مين فريق يشريه؟ كثير. وين؟ رونالدو. اي شوف وين؟ تفتح لي لحظه جروحي. بقول لك شغله، لا تفتح لي جروحي. بقول لك شغله، بقول لك شيء مهم، بقول لك شيء مهم. اعطيني الفريق ترى بخليك من الفريق. خرجوا للسوق. كل فرق العالم يا كابتن، يا كابتن طارق، من بعد رونالدو وميسي احنا قاعدين، رونالدو وميسي قاعدين يلعبون للان. ليش؟ لا اوكي، ليش يلعبون للان؟ مع فرقك انا احكي لك مع فرق. خليك من الفرق الكبيره، رونالدو وميسي ما زالوا يحافظون على ارث كره القدم، بعد اعتزالهم ما عندنا نجوم يا كابتن، ما عندنا الا رونالدو وميسي باقيين. عندك لامين يامال جاي، عندك دوي، إن شاء عندك الله. كفارا. إن شاء الله. شفت البارح كفارا ان شاء الله اللي عملوا ان شاء الله كفارا، شوف إن شاء الدوي، الله. إن شاء شفت الله. لامين يامال. ان شاء الله ان شاء الله. على فكره نعيسوا على ميسي وكريستيانو، للحين عايشين عليهم، نخرجوا من التاريخ. للحين عايشين للحين عايشين عليهم. 41 سنه اتوقع انه خلاص. زين ابو فهد، مع الاسماء الجميله انت قلت ديزيري دوي ويامال، حط لوفتس تشيك عن خاطري بس. لوفتس تشيك، يوسف فوفانا. طيب نقاشكم جميل، خلينا نتحول الى بدر رافع. سامحونا اخواننا النصر، انا نتكلموا حبا في النصر. ما حد يعني زعل النصر منك. بالنسبه في حد لي زعل منك؟ ما لا نعرف في ناس تحب كريستيانو، حد يزعل عن النقاش الكروي. النهايه في نقاش ناس كروي. تحب كثير كريستيانو، لكن انا بالنسبه لي انا نحكي عن النصر، ان لازم في حاجه الى مهاجم اخر الموسم. وراح يوصل مهاجم الموسم القادم، في مهاجم سواء استمر او لم يستمر اكيد. طيب. في مهاجم. طيب بدر رئيس النصر الموسم القادم ان شاء الله. لا وكيل اعمال بدر رافع، لك الكلمه. شكرا لك حامد. اذا النصر يتغلب على الشباب ب4 اهداف مقابل هدفين. كابتن الشباب كراسكو نرحب فيه، نقول له هاردك خساره هذه المواجهه. الشباب كان جيد في كثير من مجريات المباراه. Il a très bien joué Shabab d'après le match qu'on a vu. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un très beau match. Juste le score qui n'était pas là. صحيح ان لعبنا مباراة كبيرة لكن النتيجة هي اللي ما كانت في صالحنا. On a eu pour le 2-2 une barre transversale. كان المفروض نرجع في المباراة 2-2 لو المال قائم. Après, eux ils marquent. Puis on a encore un poteau pour revenir dans le match. Ça n'a pas été concret. Voilà, c'est des faits de match que des fois on ne peut pas contrôler. لكن بعدين هم سجلوا، حنا برد جت فرصة ضربة العارضة، لكن هذه في أشياء من ما نقدر نتحكم فيها. هل افتقدوا اليوم اللاعب عبد الرزاق حمد الله الشباب؟ Est-ce que le club de Shabab il a senti la falta de Hamadallah aujourd'hui? Je ne réponds pas dans des questions comme ça. Le club a fait un choix, l'équipe elle a fait un très bon match. فهذه قرارات النادي، لكن اليوم الفريق لعب مباراة كبيرة. شكرا لكراسكو. نتحول مباشرة لك حامد تفضل. شكرا لك يا بدر، يعطيك العافيه. طيب خلاص نطوي صفحه هذه المباراه، ايش تبي؟ اختلست النظر على تصريح جيسوس في المؤتمر في المؤتمر. الصحفي. بشر اختياراتي اليوم على الجانب البدني. يعني طبيعي. يعني واضح انه ريح كومان، وواضح انه ريح انجلو، وواضح انه ريح سيماكان، وايضا بوشل على دكه البدلاء بسبب الكروت الصفراء من ناحيه بدنيه عشان نحطهم مع بعض. على فكره هو جيسوس ربما يكون سعيد بهاتريك جواو فيليكس، وسعيد بهدف رونالدو، وسعيد بالرباعيه، وسعيد بالنقاط الثلاث، لكنه سيكون اسعد ان بروزوفيتش ما حصل على كرت اصفر. وسعيد برئيس القادم للنصر. وكيل ان شاء الله انتدابات تكون ناجحه. توقع، مجرد توقع. طيب انا ابغى اسكر ملف هذه المباراه رسميا، انتهت. صح حامد،
لا لحظه، لسه ما خلصت الاستديو. اي لا يعطيك الصحة. نبدا في الحديث عن الديربي. 12 ماي وش اوف 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 حكمش مباراه عليه الحسم صراحة، ما حكمش عليه. صعبه. ديربي صعب. الهلال يخوف دائما، الهلال يخوف، ما تقولش في أسوأ حالاته ولا في أحسن حالاته، يخوف. النصر تعادل يساعده، اللي يلعب على التعادل يخسر. لازم النصر يكون أفضل من اليوم، أفضل من مباراة القادسية، يعني باش يقابل فريق يلعب بسكين في فمه. الهلال ما هو سهل، الهلال باش تكون مباراة صعبة، ويعرف لو يفوز بالبطولة، وإذا يفوز بالكأس الثنائي. ولهذا بالنسبة لي أنه باش تكون مباراة دور نهائي كأس عالم مش دور نهائي بطولة. لكن بالنسبة احنا كمتفرجين كمشاهدين ومتابعين، أحسن شيء بالنسبة لنا احنا، على فكره وأحسن شيء ل8 على فكره يعني 8 محظوظة. صحيح. راح ولا هو قال شو؟ قال مباراة نهائي كأس عالم. للعلم هذه المباراة ستكون متابعة من كل أنحاء العالم، صحيح. لأنها مواجهة ليست فقط ما بين النصر والهلال، مواجهة ما بين كريستيانو وبنزيما، مواجهة قد تحسم اللقب بالنسبة لكريستيانو، وقد تكون سبب في خسارة كريستيانو للقب ثالث على التوالي في الدوري. لذلك العالم يترقب هذه الموقعة الكبرى في دوري روشن. اتوقع ان هناك مجهر، وراح اقولها ما راح نخدع المشاهدين، لأمانة كمتابع مو محلل، لا متابع عادي جمهور. هذه المباراة راح يكون فيها مجهر على الاوت، اوت لي ولا لك، ركنية صح ولا غلط، اللمسة فاول ولا مو فاول. كان الله في عون الحكم اللي بيحكم. كان الله في عون الجماهير واللاعبين والحكم والمدربين وكل شيء. تدري ليش حامد؟ تخيل موسمي ممكن يختزل في هذه المباراة وفي لقطة وفي يعني اللاعبين. حط لي الشخصيات القوية بس، حط لي اللاعبين اللي لما يحس ان المباراة سجل عليه هدف اكون مركز بالجيم. حط لي الشخصيات القوية. طيب ما تتفقون، اتفقوا او اختلفوا عادي يعني، ما تتفقون ان النصر يملك ادفانتج في هذه المباراة؟ عنده اولا ملعبه، اثنين يلعب على فرصتين الفوز او التعادل امام الهلال. صحيح، عالم الأرض والجمهور عامل الجمهور، عندك نقطتين. ولهذا بالنسبة لي أنا أهم شيء هو يوم المباراة الفريق يكون حاضر ذهنيا وبدنيا، لأن في المباراة الأخيرة تحسوا فريق مرتبك، تحسوا فريق ما عندوش ثقة في نفسه، تحسوا في 0-0 يلقى صعوبات كبيرة. يعامل المباراة انها نهائي كأس، نهائي يدخل يعني مباراة بطولة، نهائي كأس بدون اوقات اضافية. يعني ما شاء الله موسم كامل يقدم في مستوى كبير. قالوا 90 دقيقة، لازم معناتها موت أو حياة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وترني زيادة المباراة، توتر أبو فهد، وترني زيادة. صارت معركة كروية بإذن الله تتم داخل إطار رياضي، ومن يفوز نقول له مبروك. بس لا تنسى هذه أحكام كرة قدم، ترى في مباراة النصر عنده ضمك طبعا، الهلال عنده نيوم وعنده ملعب الفيحة بالمجمعة. ساكالا اركض، جانفولا سجل. منطقيا أيا كان. انا قلتها منطقيا، النصر بحاجه الى 4 نقاط بغض النظر عن ما يحدث، 4 نقاط من المباراتين لحسم اللقب الرسمي. ان الفريقين اللقب بقدامهم. الهلال تبي اللقب فوز وعوض الدروب اللي صار والمستوى الفني. النصر تبي اللقب بقدامك. الحلو انك ما راح تنتظر احد، تاخذه بذراعك. وعنده نهائي، لأن النصر لو يفوز عنده نهائي، عنده نهائي آسيا، ولهذا لو يفوز يعني بثنائية هامة جدا في تاريخ النصر. طيب خلينا نشوف ردود افعال لاعبي فريق النصر، مارتينيز وجواو فيليكس مع بدر رافع، وحديثهم عن النتيجة وعن المباراة القادمة. حياكم الله من جديد. إذا المدافع النصر مارتينيز نرحب فيه، نقول له ألف مبروك الانتصار بعد الخسارة الماضية. اليوم الفريق أعتقد أنه كان جيد، يعني نعم هناك ضغوطات كبيرة في المباراة وضغوطات كبيرة على النصر، ولكن انتصر. Sí, gracias. Veníamos de una derrota donde el equipo no estuvo bien y hoy era importante ganar, ya que pues esto nos ponía a un paso de ganar esta liga. Estamos a un paso, el paso más complicado, pero esperemos por una vez por todas ya poder ganar y hacernos con la liga. يقول صح جينا من هزيمه يعني مره في المباراه اللي فاتت، ما كنا جيدين، بس اليوم ظهرنا بوجه مشرف
وفزنا في المباراة. الحين باقي خطوة بس على الدوري. صح ان المباراة صعبة، المباراة القادمة، بس ان شاء الله في اخر الموسم نتوج بالدوري. وين صعوبة هذه المباراة القادمة أمام الهلال؟ Como é que vai ser complicado el próximo partido contra el Hilal? Bueno, Complicação onde? contra el Al-Hilal siempre suele ser un partido complicado donde los errores y los detalles cuentan. En la ida fueron nuestros errores los que nos hicieron perder el partido y bueno, esperemos estar mejor y nosotros hacer nuestro trabajo, que seguro haciéndolo bien pues saldrán las cosas. بيقول انه مباريات الديربي دائما مباريات صعبة، مباريات تلعب على تفاصيل بسيطة. ان شاء الله مباراة الهلال نكونوا جاهزين، واحنا جاهزين من بداية الموسم نشتغل. ان شاء الله ما نسوي اخطاء ونكون جيدين في المباراة ونفوز فيها. آخر سؤال، يلعب ظهير أو قلب دفاع؟ المركز المفضل بالنسبة له؟ Juegas un central o lateral esquerdo, que é o mais preferido para ti? Bueno, Posicionamento. llevo muchos años de central, pero hay que saber jugar y amoldarse a lo que pide el entrenador. قال لك انا اللي عندي كثير سنوات من كرة القدم، لعبت كثير اكثريتها قلب دفاع، بس انا موجود يعني بمساعدة الفريق واللي يبغاه المدرب انا موجود. جراسياس. شكرا لمارتينيز الذي فضل أن يلعب في قلب الدفاع. ونذهب مباشرة، يلا جواو سريعا، أفضل لاعب في المباراة، هاتريك. مباراة أكيد ما كانت سهلة. O jogador de jogo, hoje o jogo não foi fácil. Não, não foi fácil, nunca é fácil, principalmente agora na reta final. Cada ponto conta, cada jogo é uma final e temos que encarar assim todos os jogos. صح المباراة صعبة، بس المباريات الحين المباريات الأخيرة الخطوات الأخيرة كلها مباريات صعبة. الحين احنا متقدمين بنقطتين، إن شاء الله نكمل هيك لآخر الموسم. الميزة أنه أو الأفضل أن يلعب بفرصتين أمام الهلال بالتعادل والفوز، يعني مباراة صعبة جدا. Vamos entrar no jogo del Hilal, podemos empatar ou ganhar o jogo e o Nasser vai jogar por dois resultados, mas vai ser um jogo complicado, não? Sim, sabemos que temos dois resultados favoráveis, mas não acho que tenhamos que jogar com isso, acho que temos que fazer o nosso jogo, jogar como sempre jogamos para ganhar, tanto ciente que tanto a vitória como o empate é-nos favorável, mas não podemos pensar nisso, senão depois as coisas acabam por não correr do nosso jeito. قال لك صح انه النصر يلعب على نتيجتين، بس احنا ما نفكر هيك، احنا نفكر دائما نخش مبارياتنا انه نحاول نفوز في المباراة وما ندخل في الحسابات هذه. بنكون ان شاء الله جاهزين للمباراة القادمة ونقدم ما علينا ونفوز ان شاء الله في المباراة القادمة. شكرا. شكرا لجواو. مرة أخرى لك حامد تفضل. كان هذا حديث جواو فيليكس وأيضا حديث مارتينيز. مدرب المنتخب البرتغالي مارتينيز، صح؟ مارتينيز المفروض يرسل رسالة شكر إلى جيسوس، لأن أعاد جواو فيليكس أعاد إلى الحياة، لأن جواو فيليكس وصلنا إلى مرحلة نسيناه، ضاع ما بين أندية أوروبا. كمية اللاعبين يلعبون بالعمق، يعني أنت الحين روبن نيفيز صح، وعندك فيتينيا، وعندك جواو نيفيز، وعندك برونو فرنانديز، وعندك الحين جواو فيليكس، وعندك رافائيل ياو. هذا انا واسطه مني ما له علاقه، بس انه يعني في كميه صح، لان اليوم يعني قاعد احاول ان اسوق تسويق. صحيح، عنده وسط ميدان قوي. البرتغال بصراحه عنده جيل، هذا جيل ممتاز، لازم يفوز بطوله كبيره بصراحه. عنده لاعبين ممتازين يفوز حتى في الدفاع. شوف مانديز على الجهه اليسرى نحو الدفاع، عنده لاعبين ممتازين، عنده حارس مرمى، عنده فريق ممتاز بصراحه، عنده امكانيه باش ينافس على افضل الفرق. شكون من افضل المنتخبات بالنسبه لنا؟ هي فرنسا، الارجنتين، اسبانيا، انجلترا، مع البرتغال وانجلترا. هذا من الخمسه منتخبات اللي عندهم امكانيه الفوز بالكاس العالم، وثمانيه بطبيعه الحال. مطولين في الكلام انتم؟ والله الجو حلو على فكره. عملتوا لي جو بصراحه انت وعبد الله. تحدينا اليوم طارق اليوم، نرفزنا. ليش يصور؟ انا ما اتفق. ليش يصور مع كريستيانو ما ياخذني معاه؟ هذه كانت والله نرفزنا. سامحوني ان شاء الله المره الجايه. اقول لك نرفز. ماتش الهلال، انا نوعدكم ماتش الهلال والنصر احنا نكونوا متواجدين ثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله. ونصوروا مع رونالدو ثلاثه. الله يستر. الله يستر. وفاز بالدوري على طول. خلاص خلصت الموضوع؟ فاز بالدوري.
رشح فريق النصر ورشح رونالدو لقب الدوري. شكرا طارق ضياف، شكراً يعيش يا شكراً كابتن. شكراً. شكرا عبد الله شكراني. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم الدائمه ل8. لم ننتهي بعد. غدا باذن الله تغطيه لنهائي كاس الملك من هناك في جده، تغطيه استثنائيه باذن الله على 8. بعد ذلك سنعود مباشره لتغطيه ما تبقى من جولات دوري روشن السعودي للمحترفين، لكن التغطيه الكبرى والاهم بعد نهائي كأس الملك ستكون في 12 من مايو، وهي تغطية الديربي، ديربي النصر والهلال. نشوفكم على خير، إلى الملتقى.